سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بخير وصحتكم لاباس. اليوم انا جيتكم بوصفه مايونيز سهله واقتصاديه، تستخدم ليه ونحتاجوها في وصفاتنا رمضانيه اكيد. المهم هنا ندير حبتين بيض، كاس ونص زيت. راح نخلط جميع المقادير مع بعضها، نخلط كلش ومن بعد نبدا نضرب فيه. هنا درت مغرف ونص ملح، وراح ندير مغرف مطارد. اللي ما عندهاش مطارد قادرة ما تستعملوش عادي، راه مش ضروري في الوصفة. تستعمل بلاش. وهنا راني درت مغرف صغيرة خل، لاني راح ندير مغرف كبيرة قارص. اللي ما عندهاش الخل تستعمل مغرف كبيرة خل، ما عندهاش القارص تستعمل مغرف كبيرة خل فقط. ونزيدها سنة ثوم هنا باش تعود بنة نتاعها. بنة المايونيز عندي انا في الثوم، كي تزيد له ثوم تولي بنت وتهبل. المهم هنا درت المقادير مع بعضهم، نخلط كلش وما نطلعش البرا حتى يطلع هذا الشكل الابيض كما تشوفي. من بعد نبدا نطلع البرا، اذا ما طلع ليش هذا البيوضه ما نقدرش نطلع البرا. هكذا هذا هي السر نتاع الوصفات المايونيز. هنا زدت الفرماج. البنات اللي ما عندهاش فرماج قادره ما تستعملوش، راني موافقه نديرو بلا فرماج. هذه المرة درتو بالفرماج على جال البنة، قلت باش ندير به مسدوان حاجات كما ذاكين. اللي ما عندهاش قادر يستغنى عليه لانه هذاك هو القوام سوا. وهنا يعني خلط بيان سور راني درت الفرماج، راح نشعل البرا ونخطب. هنايا خلطته. البنات شوفوا القوام نتاعو، روعة روعة وبنتو تهبل. شوف كيفاه ثقيل يهبل. جربوه وانتم مغمضين عينيكم. المهم هنا راني نديرو في بورتمونجي باش نبقى نستعملو. البنات بنتو هايله، وهذه الوصفه هنا انتهت. هذه النتيجه. البنات نتمنى تعجبكم الوصفه، ودعموني بالجيم نتاعكم تعليق. واللي جديده اول مره تشوف وصفاتي نتمنى تشتركي في القناه. وشكرا حبيباتي ومع السلامه.